بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الملوخية الخضراء، فراخ المشوية، بصوا جمالها مع الكشك التحفة بالهنا والشفا، بألف هنا. السلام عليكم. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن. حطيت 3 طماطمات، وحطيت معايا ليمونة متقطعة، وكم قرن فلفل برضو كده متقطعين، وهفرمهم في الكبة. ومعايا بصل وثوم هيتفرم برضو في الكبة. ومعايا البهارات بتاعتي 7 بهارات: بابريكا، فلفل اسود، شوية كاتشب. وهبتدي احضر الحاجة اللي انا هعملها. فرمت الخليط كويس اهو، وهحط البصل والثوم، وبعد كده هتبل الحكاية اللي انا بعملها دي كلها. بس هتاكلي احلى فراخ مشوية في الفرن كده. وهنحط فصين توم. وهعمل كمان، هعمل كشك. انا سلقه فراخ وهعمل لكم كمان كشك. حطيت زبادي كوبايه، وهمسك الفراخ. بصوا بغرز بايدي كده عشان تتبل من جوه، تبقى طعمها ان شاء الله حلو، تبقى جميله باذن الله. كده انا هحاول اقطع الفراخ دي كده لان هي كبيره قوي، الوش كبير وانا عايزاه يستوي كويس. الكبير هقطعه والصغير هسيبه زي ما هو كده عشان بس السوا كده. زي ما قلت لكم كده، الورك الكبير هقطعه لاني حاسه عشان ما يبقاش ناشف. وهفتحه كده عشان يتغلغل في التتبيله ويبقى طعمه ان شاء الله حلو. انا عايزه ايدي كده الكميه كلها خلصها ونرجع لبعض. بصوا باخد بقيه الزبديه، حطيت نصها والنص التاني بمسح بيها الوش بتاع الفراخ، وان شاء الله تاكلي احلى فراخ مشويه ملهاش حل. كده اهي فراخ زي الفل. البصل عامل شغلانه كده كده. انا عملت اهو قدامكم صينيتين فراخ مشويين. ودلوقتي هقول لكم هنعمل ايه. هنمسك بقى الميه، هنجيب ميه نحط في الصينيه ميه،
عشان الفراخ تستوي كويس. وبعد كده تنشف الفرن. وهنا برضو ميه. هنعمل ايه؟ هناخد ورق ده هغطي بيه الفراخ عشان يستوي كويس، وأقوم مدخلها بقى الفرن مع نفسيها كده. وهعمل الصينية التانية نفس النظام. دلوقتي احنا خلصنا الصواني وحطيناها على النار تاخد غلوتين، والاخر هنحطها في الفرن. الكشك، كشك ايه؟ كشك المظ اللي بيقولوا عليه. نعمل كشك المظ. نعمل كشك المظ. هنجيب كوبايتين زبادي اهو، زبادي، كوبايتين زبادي اهو، ربيتهم كويس كده. واحط عليه حوالي كوباية لبن او حوالي نص كيلو لبن بس. واحط 3 معالق دقيق وارب الخليط. هما اللي معايا دول حوالي 3 معالق، 3 معالق هما يا دوبك هيكفي اللي انا هعملها. هما 3 معالق. وهربيه كويس وهسيبه حوالي ربع ساعة نص ساعة لما الخليط ده يندمج مع بعضه. غطيه واركنه على جنب عشان كله يندمج، اللبن مع الدقيق مع الزبادي كده. عندي بقى شوية شوربة وسلقة صدر فراخ طبعا، هاخد منها صدر فرخة هوريكم دلوقتي، وهنقطعه نسايل لغاية ما ده كده خلاص اهو مفيهوش اي حاجة. ولما اجي هحطه هقوم مصفياه برضو عشان لو في اي تكتلات دقيق مش عايزة فيه. ادي الفراخ المسلوقة اللي هاخد منها صدر فرخة وهاخد منها ايه شوربة. ادي فصصنا صدر فرخة عشان احطه في الكشك اهي. هصفي غلي، بصفي ايه؟ بصفي الزبادي واللبن اللي هنعمل بينزل منه اي تكتلات زي ما قلت لكم كده، وايدي فيه بتقلبه. وهنا الطاسه قدامكم فيها هحط شويه زيت صغيره، زيت احمر فيها ايه البصل اللي انا هحطها فوق الايه تقليب. بصل جديد كله ميه يتحمر وقت بقى براحته. وايدك مع الكشك هتبقي معايا لغايه ما الكشك يتقل كده.
عايزة تبقي معايا براحتك، عايزة تقفلي براحتك. أنا كده تروح حبة ملح كل معايا، والبصلة بتتحمر. بعد ما هخلص هحط ايه زيت البصل، هصفيه على الكشك. وانا هعمل ملوخيه، واقوم عامله ايه بقى شويه ايه تومه بكزبره كده على الكشك برضه، هيبقى له طعم جميل. بالهنا والشفا. هصفي البصل اهو على الفراخ اللي انا خلطاها دي كده، عشان ايه اوريك ان هي مفيهوش زيت كتير. انا محمره بمعلقتين بس بصل، يعني البصل ده متحمر بمعلقتين زيت. بصوا وطلع حلو وجميل ازاي. وعلى فكره يا شباب ده بصل جديد مش قديم. ادي بحمر اهو التومه بكزبره بحته زبده عشان احطها على الايه على الكشك، عشان تاكلي احلى كشك. التومه عندي شويه كريمه لباني هضيفهم على الكشك قد نص كوبايه كده، واقوم ايه مقلباه، خليها كده حاجه جميله كريمي. هتاكلي قشطه. عارفه يعني ايه هتاكلي قشطه؟ هتاكلي حاجه ملهاش حل. وعزه جلاله الله هقولك كريمه، بسم الله ما شاء الله عليه كريمه اهو. بصوا اهو برد كده، هو بارد. المهم ان انا ما اخليهوش جالس، مفيش جالس ليه. اديني بدوبه كله كده اهو، عشان يبقى ايه ما يبقاش جالس معايا في قلب الايه في قلب الطبق، حته كبيره تخينه وحته رفيعه. لا بصوا خلولي الكريمي خالص. بصوا بقى دي بالسمنه البلدي، وبقيه الطشه دي للملوخيه. بصوا الريحه بقى ما اقولكيش، والطعم بقى في الكشك ايه والله تحفه. وهحط عليها الفراخ دي، واحط شويه الفراخ التانيين كده. احط الفراخ دي في قعر الطبق كده بتاع التقديم. وهحط الكشك فوق منها. بصوا بقى وعزة جلالة الله طبق كشك ملوح عليه، واحط عليه التقلية الجميلة دي. انت مش بتاكلي كشك، انت بتاكلي كريمة 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 بالهنا والشفا. ألف هنا على قلب اللي ياكل ويقول تسلم ايديكي. اما اخلص الاكل كله هصورها لكم مع بعض. دلوقتي دي شوربة الملوخية انا محيقاها كويس قوي اهو. بسم الله ما شاء الله عسل نحل. واحط الملوخية عليها. احنا سالقين الفراخ ووريتها لكم، عملت منها الكشك وعملت منها الكشك والملوخية، وعملت رز بشعرية اهو. بسم الله ما شاء الله عليه اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وادي الملوخية اهي. عاملة الطشة بتاعتها توم وكزبرة بالزبدة
وحط على الزبدة حبة زيت صغيرة عشان ما يتحرقش. وتبقى أحلى ملوخية بسم الله ما شاء الله عليها، الله أكبر. وعزة الله جميلة. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر على الأكل. الأكل طالع زي الفل إن شاء الله. لو عملتوه كده بقى، دي احنا في مواسم اهو. كل سنة وانتم طيبين. اعملوا لعيالكم بالهنا والشفا على قلبكم كلكم. بالهنا والشفا. كده خلصنا بقى الملوخية والكشك والفراخ في الفرن. هنغرف بقى ونوريكم منظر الأكل يشهي قد إيه. الفراخ بالطريقة الشوي دي جميلة، حبينا نغير. وبرضو سلقنا عشان محتاجين الشوربة للي عايز ياكل فراخ محمرة. ما هي أمزجة، في ناس بتحمر فراخ اهي هناك. بصوا يعني كل واحد اللي على مزاجه بيعمله. اللي عايز يحمر ماشي، اللي عايز كل واحد ياكل على مزاجه. الأكل ده مزاج. بقى الطشة بتاعة التومة اهي. انا عملتها قسمتها 2، خدت منها للكشك وخدت منها للملوخية. وعزة الله ملوخية زي العسل. بالهنا والشفا.